يا أهلا وسهلا. اليوم راح نغطي لكم القسم البناتي، تحديدا قسم الفساتين، وشوفوا الأشياء الجديدة اللي نازلة عندنا. نازل عندنا تشكيلة جديدة من الفساتين البناتي وأسعارها في متناول الجميع. شوفوا لي جمال الفستان هذه من الأشكال الجديدة اللي نازلة عندنا داخل معارض NCT. الفستان قصته تجنن، عينكم بالله على الأناقة واللون. شوفوا لي لون الفستان هذا كيف، أتوقع لو الفستان هذا كان لونه لون ثاني ما كان راح يكون بالجمال هذا. شوفوا موديل الأكمام كيف، شوفوا الفيونكة اللي على الصدر، اللون الرمادي معطي جمال للقطعة. وهذه من القطع الجديدة اللي نازلة عندنا في قسم البنات. يجيكم الفستان بقطعتين، تقدر تلبسه كذا وتقدر تحط عليه القطعة الثانية. الفستان كيوت مرة وناعم، وأنا كرأي شخصي هذا من أكثر الفساتين اللي أعجبتني، في تفاصيل مرة جميلة. الفستان أنيق لدرجة ما تتصوروها. أتوقع أنه يناسب يعني مناسبات الوطنية، يوم التأسيس. أنا أشوفه كذا. هذا بعد من القطع الحلوة عندهم اللي برضو تناسب قطع يوم التأسيس. وهذا بعد من النيو كوليكشن اللي نازل في فساتين البنات. الفستان فيه نفشة جميلة والتل الأسود جاي عليه مجمل القطعة. وعن فخامة اللون الأسود ما في بعد فخامته. أي فستان يجيكم باللون الأسود تأكدوا إنه من أجمل الاختيارات اللي تختاروها. شايفين أناقة وجمال القطعة؟ فعلا فعلا الأسود ملك الألوان. إيش الجمال هذا يا NCT، إيش الأذواق الحلوة هذه والفساتين الجميلة هذه. طبعا الفستان يجيكم بدون الفرو، وبما إن الحين أجواءنا برد حبينا نعطيكم فكرة جديدة وأضفنا لكم الفرو عشان تشوفوا الفستان بطريقة ثانية. وهذا آخر فستان راح أعرض لكم إياه في تغطيتي هذه، الفستان الأبيض الجميل هذا. الفستان كامل يجيكم ساتان وفيه نفشة خفيفة، وجايكم تطريز خفيف على الأكتاف باللون الذهبي. دايما NCT ما يجيبوا لكم إلا الأشياء الحلوة.